السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. رمضان خلاص. ما شاء الله النهاردة 24 رمضان. الأيام بتعدي من غير ما بنحس بيها، دايما الأيام الحلوة كده بتعدي بسرعة. أنا معاكم هنا هعمل فطار سهل وسريع قوي. هعمل معاكم فراخ محمرة. أنا عندي هنا فرخة غسلتها وقطعتها بعد طبعا ما نضفتها كويس. بنقعها في مية بخل بملح بشوية طحينة كده لما أتأكد إنها الزفرة طلعت منها خالص. بعد كده بغسلها تاني كويس وبصفيها. بكون حاطه بقى ميه بتغلي على النار، بضيف ليها البهارات بتاعتها، ملح وبهارات فراخ وفلفل اسود وورق لورا. وكمان عصره ليمون بحب اضيفها كده على على الفراخ، وبصله مقطعه وطماطميه مقطعه يغلوا مع بعض. هنزل عليهم بالفراخ طبعا، اللي انا زي ما قلت لكم غسلاها ومنضفاها ومظبطاها ومقطعاها على حسب رغبتي. تمام. بسيبها تغلي كده تاخد السوا بتاعها على النار. على العين التانية هعمل معاكم رز بشعريه. هو سهل بس انا بديكوا افكار. وبرضه في ناس والله مش بتعرف تظبطه قوي. انا عندي هنا الحله نزلت فيها بسمنه وزيت. بعد كده هضيف لها الشعريه لحد لما تاخد اللون الذهبي. ثواني كده، ما تاخدش وقت خالص على النار. الشعريه طبعا مش بحطها وبسيبها. هشوح كده الرز مع الشعريه شويه كده، مش اقل من 3 4 دقايق على النار علشان يكون الرز مفلفل. يا ريت بقى لو وصلتوا في الفيديو لحد هنا تدعموني باللايك والسبسكرايب، ويا ريت تدعموني باللايكات الكتير علشان الفيديو يرتفع ويوصل لعدد اكبر. هقلب كده الرز والشعريه على النار، وبعد كده هنزل عليهم بميه سخنه مغليه. الرز بشعريه بيحتاج ميه كتير شويه عن اي نوع رز تاني، يعني بتكون مغطياه بحوالي عقلتين صباع كده، او زي ما انتوا شايفين كده بنفس الشكل. هغطيها بقى على نار عاليه شويه لحد لما تغلي، وبعد كده هوطي عليها. وفي نفس الوقت بتابع الحله التانية. هنا الرز اتشرب خلاص. وطبعا هو بدأ يدخل في مرحلة السوا. بديله تقليبة واحدة كده علشان زي ما قلت لكم انا عاوزاه يكون مفلفل مش معجن في بعضه. وبعد كده هطفي عليه. الحلة الاستانلس بتوصل الحرارة بسرعة. فانا هطفي عليه علشان يكمل سواه على حرارة الحلة نفسها يعني. هنا انا بقى بشوف الفراخ استوت ولا ايه. انا بختبر حتة من الصدر لان الصدر معروف ان هو بياخد سوا شوية عن الورك. لما الاقي الصدر ان هو استوى خلاص بخرجها. مش بستنى عليها لما توصل لمرحلة السوا قوي، لان انا لسه هحمرها في زيت. هخرجها كده واسيبها بقى تبرد شوية. في الوقت ده انا هعمل معاكم شوية ملوخية ناشفة. هحط كده حتة من السمنة البلدي على النار. هحمر فيها تومية، حتة توم مهروس. ده الثوم اللي انا بفرزه دايما في الفريزر، اللي وريتهولكوا كذا مره. هحمر معاه شويه كزبره ناشفه مطحونه، وهنزل عليه بالشوربه. طبعا الشوربه المفروض ان انا اصفيها، بس عشان انا بصور بايد وبطبخ بايد، ف مش صفيتها. بس انا هخرج البصل والطماطم في الاخر. وممكن كمان انت تضيفي عصير طماطمايه لو انت مش ضايفه طماطم على الشوربه. وكمان تضيفي معلقه من الثوم المفروم، انا نسيت اضيفها هنا فهضيفها في الاخر. بعد كده بنزل من الملوخيه واقلبها كده بمضرب السلك على السريع لحد لما تاخد غلوتين كده على النار، واطفي عليها. مفيش اسهل من كده. ممكن انت تعملي لها في الاخر طشه تاني بالثوم والكزبره زي ما بنعمل الملوخيه الخضراء بالظبط. تمام كده. هحمر بقى الفراخ. هحط كده شويه من الزيت، بس يكون زيت، يفضل ان هو يكون زيت حلو او سمنه. وابدا ان انا احمرها. ما تكتريش الزيت عشان الميزه بقى في الفراخ المحمره انها ما تشربش زيت خالص. فمش هتشرب من الزيت خالص زي ما هتحطيه زي ما هتشيليه، لحد لما تاخد اللون الذهبي كده. طبعا انا بكون بتابعها وبقلبها يمين وشمال لحد لما تاخد اللون اللي انا عايزه اوصله. فطار سهل وبسيط وشهي، ويكون طعمه جميل قوي. ويعني تنوع كده، احنا بننوع في اكلاتنا كل يوم، نعمل صنف جديد علشان ما نحسش بالملل. تمام. اللي اتحمر اخرجه على طول من غير اي ورقه كده، او منديل ورق ولا اي حاجه، لان زي ما قلت لكم هي ما بتشربش زيت خالص. مفيش اسهل ولا ابسط من كده. فطار سهل. فراخ محمره مع رز بشعريه، مع طبق ملوخيه يعني، مع شويه سلطه. وكمان كان عندي طبق بسله كده باقي من فطار امبارح. بألف هنا، واتمنى الفيديو يعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.